سواء بتحبوا الايس كريم الفانيليا او ايس كريم الشوكولاته، يبقى لازم تجربوا تعملوا الايس كريم في البيت بالطريقه دي. الطريقه بتاعته سهله جدا وبيطلع طعمه خطير وحلو قوي، وشويه اضافات صغيره كده هيطلع احلى بكتير من بتاع المحلات. اول حاجه في الخلاط بضيف كوبايه من السكر البودر، وبضيف عليهم كوبايه من اللبن البودر، معلقتين كبار من الزبده الطريه، ونص كوبايه من الميه المغليه، وبضيفهم في الخلاط وبضربهم كويس جدا مع بعض. وبكده انا عملت احلى واسهل حليب مكثف محلى. باخد كوبايه منه وبضيفها في التلاجة تبرد شويه، وبعد كده عندي كيسين من الكريم شانتيه البودر يعني حوالي كوبايه، بضيف عليهم كوبايه من اللبن البارد، وكمان بضيف كوبايه من الحليب المكثف المحلى اللي انا عملته، وبضربهم مع بعض بالمضرب الكهربائي 5 دقايق لحد لما يبقى عندي قوام كريمي بالشكل ده. بعد كده باخد نص الكميه دي وبضيفها في طبق تاني، وبضيف عليها معلقه كبيره من اي نوع شوكولاته كريمي ومعلقه كبيره من الكاكاو، بضربهم مع بعض بالمضرب الكهربائي بالشكل ده. والنص التاني بضيف عليه معلقه صغيره من الفانيليا وبضربهم مع بعض. بجيب بقى اي طبق متقسم بالشكل ده، وفي نصه بضيف الايس كريم الفانيليا، والنص التاني بضيف ايس كريم الشوكولاته، وبغطيها كويس جدا وبدخلها الفريزر ليله كامله. وده شكلها بعد ليله كامله. وسواء ايس كريم الفانيليا او الشوكولاته الاتنين طعمهم احلى من بعض وطعمهم خطير. لازم تجربوها بالطريقه دي، متاكده ان هي تعجبكم وبالف هنا.